النهاردة هعمل معاكي وصفة تعتبر من الوصفات التراثية القديمة في مطبخنا المصري. كلنا بنعشقها بس لو اتعملت بالطريقة الصح. هعملها معاكي بطريقة حلوة جدا، بإذن الله هتعجبك. ولو عجبتك وصفتي النهاردة ياريت تدعميني بلايك وتشتركي في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. الاول هعمل معاكي الرز المعمر. انا حطيت الرز بتاعي في الصينيه، نزلت عليه بكوبايه من الزبادي، بتديها طعم حلو جدا، ومعلقه كبيره من السمنه، ومعلقه ونص صغيرين من الملح، ومعلقه من السكر، وممكن رشه من الفلفل الاسمر. قلبت كله كويس جدا مع بعضه. مش هكتفي كمان بالتقليب، انا دعكتها بايديا كويس جدا. عايزه كل حبايه رز تتغلف كويس جدا بالزبادي والسمنه اللي حطيناها. اللبن اللي هتنزلي بيه لازم يكون بيغلي عشان الرز يشيل معاكي على طول. حطيت اللبن المغلي وزودته كمان بحبة من المية، وبعد كده نزلت كان معايا وش اللبن وحتة قشطة حطيتها على الوش. دلوقتي بقى هبدأ معاكي وصفة البامية. معايا حلة على النار، حطيت فيها زيت وحطيت معلقة كبيرة من السمنة. نزلت ببصلاية كبيرة متقطعة، سبتها لما احمرت واخدت لون حلو. هنزل على طول بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم. نزلت كمان بمعلقتين كبار من الصلصة، ولازم اقلب كويس جدا الصلصة قبل ما انزل بعصير الطماطم. نزلت دلوقتي بعصير الطماطم وسبتها تغلي غلوتين. هنزل عليها بمعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر عشان اعادل حموضة الصلصة. معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والكمون والكزبرة الناشفة والسبع بهارات ومكعب مرقة اختياري، بس هو بيفرق في طعمها، بيدي للصلصة طعم حلو جدا. كمان حطيت معلقة صغيرة من الثوم المفروم الني، بيدي طعم حلو جدا سواء للبامية او للفاصوليا. سبتها بقى على نار هادية، هديت عليها النار وسبتها تتسبك براحتها. دلوقتي هقولك على معلومة حلوة جدا للبامية. اما تكون فروزن معاكي بتطلعيها على طول من الفريزر، ما تسيبهاش تفك، عشان لو سبتيها تفك زي الملوخية كده، هي والملوخية اوعي تسيبيها تفك تطلع من الفريزر على طول. بشطف البامية بشطفها، بحطها في مصفى كده، اشطفها شطفة سريعة جدا تحت الحنفية وهي في مصفتها، مش بسيبها في مية ولا حاجة، ده جوه المصفى عشان اتخلص من التلج الزيادة عشان ما ينزلش على الصلصة يضيع لي لونها وحمرها. لو نزلت بيها بتلجها بيخلي الصلصة تفتح، لونها يفتح، واحنا مش عايزين كده. فانا بنزل بالبامية على طول في الصلصة، اسيبها تتسبك دقيقتين، اغطي عليها اسيبها تغلي غلوتين كده في الصلصة، وبعد كده افتح انزل باللحمة وبرضه اغطي عليها واسيبها تتسبك مع بعضها دقيقتين قبل ما انزل بالشوربة بتاعتي. هنا خلاص كده غليت شوية مع بعض. جبت الشوربة بتاعتي، واهم حاجة الشوربة بتاعتك تكوني مظبطاها بورق اللورة والحبهان وفصين المستكة والبصل والطماطم، ومظبطة الملح والفلفل بتاعها كويس جدا. بعد كده بنزل بيها على البامية واسيبها تغلي 3/4 سوا، يعني انا بطفي عليها النار. ما تسيبيش اي خضار يستوي منك زيادة عشان بيتهري وبيبقى شكله وطعمه مش حلو. اول ما خلاص لقيت الباميه طريت معايا كده واستوت 3/4 سوا، هطفي عليها. الطاجن دوت انا كنت حطاه في الفرن وهو سخن فاضي سخن، يعني انا جايبه الطاجن سخن. بيفرق ان هو يخلي الباميه تغلي معاكي على طول وتحتفظ بحرارتها، لان احنا شايلينها من على النار لسه بتغلي.
حطيت البامية بتاعتي في الطاجن، نزلت عليها بطشة التوم دي مع عبارة عن معلقة كبيرة من السمنة البلدي، مع معلقة كبيرة من التوم، حمرتها لما لونها اخدت اللون الجولد الحلو دي. وبعدين نزلت بالطشة فوق البامية وبس كده، وهدخلها الفرن. واوعدك هتاكلي طعم بامية وطاجن بامية احلى من اللي بتاكليه في اكبر المطاعم. دخلته الفرن، حطيت على وشه فلفل من الاخضر بيديها شكل وريحة وطعم كمان حلو جدا مع البامية. ودخل الفرن 5 دقايق هيغلي، ومولعة الفرن من تحت ومن فوق. وهنا الرز بتاعي كان اتشرب كل اللبن اللي فيه واخد وش حلو. بعمل فيه فتحات بظهر معلقة او بسكينة وبالراحة عشان الوش ما يبص منك. وبحط له معلقتين بس من الزيت عشان يبقى الرزاية مفلفلة وحلوة ومش ملزق. كمان الطاجن بتاعي هنا كنت طلعته ما تطولش عليه عشان البامية ما تتهريش منك، وتفضل محتفظة بطعمها ولونها وشكلها الحلو. وصحتين وهنا.